عموته يا صديقي، صديقي، انا اذا بيوم من الايام اجيت عليك انا بعتذر منك. اذا في يوم من الايام قبل البطوله انا يعني زودتها وعداء المنتخب ونتائج المنتخب، انا بقول لك انا اسف، لانه الشهاده لله. انت رجل مش طبيعي، مش طبيعي. لا لا شوي يا جماعه، احنا بنميز بين الحظ، احنا بنميز بين المدرب اللي بيشتغل والمدرب اللي ما بيشتغل، احنا بنميز بين المدرب اللي جاي معاه هيك وبين المدرب اللي بيتعب، نعرف المدرب اللي فاهم واللي مش فاهم. هذا الشيء اللي احنا شاهدناه بهاي البطوله، بكل مباريات البطوله. لا، هذا المدرب عارف ايش بيعمل، عارف ما يمتلك من عناصر على ارضيه. شوفوا يا جماعه، انا اليوم كنت قبال انه احنا نفوز، ظلم تحكيمي، حظ، والله حظ، ركله ترجيحيه، يسجلوا هدف بحالهم كيف ما كان. بس انت اليوم، وراح اكون منتشر، راح اكون في غايه الروعه، راح اكون في غايه السعاده، راح اكون مبسوط. فكيف لما تيجي تحكي لي انك انت كنت افضل من المنتخب الكوري بكل شيء؟ عشان هيك انت اليوم تيجي تطلع على فريق اردني متكامل مش ملاقي ولا غلطه. والله يا جماعه انا شغلتي محلل.